السلام عليكم خواتاتي وصحاباتي والاصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم برو. نتمنى من الله تكونوا ناشطين وفرحانين وبصحه جيده. اليوم ام هاجر جابت لكم واحد اللذه، واحد الطويجين ولا اروع. ما نعاودش لكم، جبت لكم البديل ديال الطنجيه المراكشيه. خديتها اليوم من عند الشيف محا، تنشكرو من هذا المنبر. اليوم كنشكروا بهذه الوصفه الهائله اللي عطانا اليوم. خديتها من عنده وجات لذيذه بزاف، واحد الريحه واعره. ما نعاودش لكم كاع جيرانكم يعرفوكم بانكم دايرين الطنجيه المراكشيه لذيذه. نحاولوا نغيروا من الاطباق ديالنا، نحاولوا نغيروا من الروتين ديالنا، من الخضر داكشي. نديروا لوليداتنا شي حاجه اللي هي زوينه وشي حاجه اللي هي غريبه على الاطباق المغربيه ديالنا، ماشي على الاطباق المغربيه، غريبه على الاطباق اليوميه ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا اليوم وجدت لكم الطنجيه. البديل ديالها الكوكوط، لان الحمامات سادين باش غادي نطيبوها في الطنجيه ديال الطين. هذا هو علاش درتها اليوم في الكوكوط. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبكم فيديو ديالي بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، مع الاحباب ديالكم، باش الفكره توصل للجميع وباش القناه ديالنا تكبر ونزيدوا القدام ان شاء الله، ومزيد من الفيديوهات ان شاء الله. بصحتكم، تهلاو في ريوسكم وبصحتكم مره اخرى. بسم الله. اليوم غادي نوجد لكم طنجيه مراكشيه على حقها وطريقها، ولكني ماشي في الطنجيه، ماشي في القلوشه اللي تيقولوا الطنجه هذه ديال الطين اللي تيقولوا المراكشيين. غنديروا اليوم البديل ديالها هي الكوكوط، لان ساد الحمام باش غادي يطيبها لينا الفرناتشي. تديوها الفرناتشي تيطيبها لنا في داك الرماد اللي كيكون بارد في العافيه، هو اللي كيطيبها لينا باش كتجي لذيذه وكتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف. ولان دابا للاسف الشديد الحمامات سادين، ما عندنا ما نديرو، غادي نديرو البديل ديالها هي الكوكوط. كيف ما كتشوفوا انا حاطه الكوكوط اليوم ديالي وتشهيتها وبغيت نديرها. ما نقولش لكم لانني كليتها في مراكش وعجبتني بزاف بزاف ولذيذه وتشهيتها، بغيت نشاركها معكم الاصدقاء ديالي. قلت علاش لا ما نشاركاش مع الاصدقاء ديالي، لان كتجي لذيذه وتجي زوينه وبنينه بزاف. ما فيها لا بصله لا ربيع لا ملحه لا التوابل والو. في هذاك الشيء اش غنقول لكم، داك الشيء خطير وبنين ولذيذ بزاف. هذاك الشيء الواعر هو اللي فيها، يعني مع الزراسه بهذا المفهوم. كيف ما كتشوفوا عندي الحيمات، كيبقى المستطاع ديال كل واحد الجهد اللي غادي يدير. الفرق اللي بين الكوكوط وبين الطنجيه، الكوكوط كنديروا فيها 2 كيسان ديال الماء، ولكن الطنجيه تنديروا غير كاس واحد. هذا هو الفرق بيناتهم. انا مازال غادي نزيد كاس زيت بلديه اللي هي ضروريه، خاصنا ضروري نديروا زيت بلديه. زعفران زغبه حر ضروري، زعفران زغبه. وعندنا الكمون اللي هو حبوب، ضروري خصو يكون حبوب، لان حبوب كيعطي واحد المذاق ولا اروع وبنين لذيذ بزاف. وانا ديجا غاسلاه ومنقياه منشفاه. دائما انا تنشيل الكمون تنقي وتنخلي، كل مره كنقي تنحطو في شريجم، تنحطو في بلاطو، تنغسلو في صفايه وتنخليه ينشف. فين ما كندير شي دويره كنجي نقي شويه، فين ما ندير دويره العام كله وانا كنقيها في الكمون، ما عندي ما يدار. هذا هو اللي كاين. عندي راس ديال الثومه غادي نفصلو باش ينسم لينا الطنجيه ديالنا. عندي الحامض قديم، الا ما كانش قديم ما نصعبش عليكم الامور، يكون ديال اللي موجود عندكم. انا عندي ديال العام الاخر اللي فات. الا بغيتو يصدق لكم بحال هكا بحال شكل المراكشيين كيجي واعر، كيجي ما نعاودش لكم، نخلي لكم الرابط ديالو. وبالنسبه للسمن حتى هو كذلك يكون قديم شويه، الا ما كانش قديم ما نصعبش عليكم القضيه، حتى هو يكون السمن وصافي. انا الله شاهد عليه درتو في العيد الكبير. هذا العيد هذا شوفوا كيفاش طلع ليا، كيطلع واعر، كيجي زبنين بزاف وكيجي فيه اللون ديالو بحال شي ديال العروبيه. نخلي لكم الرابط كذلك ديالو لان كيجي لذيذ ولا اروع. ما نعاودش لكم، كيجي زوين بزاف وكيجي بحال السمن الحيل، بهذا المفهوم بحال السمن الحيل. الا خليتوه حتى عامين راه يولي دوا بحال هكا. شفت تبارك الله طلع ليا وغزال في المنظر كيعجبني، كنقول الحمد لله صدق ليا زوين. دائما كيصدق ليا الحامض والسمن. نخلي لكم الروابط ديالهم ان شاء الله. بسم الله. دابا غادي ناخذ الكوكوط، غادي ناخذ الحيمات نوزعوهم. غادي نقرب لكم اكثر، نجيب لكم الكوكوط باش تقرب لكم. غادي نوزع الحيمات هكا، نقسمهم، نعاودو نشلوهم لان كان فيهم الثلج. نعاود نشللهم لان خرجتهم من المجمد. مع الثلج بدا كيذوب هذاك الثلج، داك الشيء اش بغيت نعاود نشللهم باش ما يبقاش داك الدم. بسم الله.
طريفات اللي عندكم على حسب كل واحد وافراد العائله اللي عنده. بحال هكا. غادي ندير الحامض مصير، غادي نوزعو باش يجي المذاق في كل بلاصه. غادي نكتفي غير بجوج حامضات. حتى الثومه غادي نحلها رويسات، نفصلها ونعاود نشللها، ما تعرفوا تكون داخله فيها شي غبره. انا موسوسه بهاد القضيه ديال الغسيل، كيعجبني نغسل. سهله ما صعيباش كيف ما شفتوا. ها نتوما انا فصلتهم، غادي نخليهم بالجلوف ديالهم بحال هكا. كيطلقوا واحد المذاق ما نعاودش لكم ولا اروع. غنغسلهم كذلك. ثم كذلك نوزعوهم. هاد الحويمضه نرجعها لبلاصتها. غيبقى لينا السمن والكمون. مسح يديا. الكمون غادي نحكوه بهاد الطيبوبه ديالو بهكا، كيجي لذيذ بزاف، مذاق ولا اروع. نعاودش لكم. ومهاجر عزيز على شي حاجه اللي هي متقونه، زيد داكشي تقليدي كيعجبني بزاف. تقليدي كنميل هادشي التقليدي بزاف وكنتقنو الحمد لله الشكر لله. ولادي كيشكروني على هاد القضيه، تيقول لك تتقنين داكشي التقليدي كيجي زوين. وحتى العصري راه حنا كنمشيو مع الوقت، نبغيو نمشيو مع اي حاجه كاينه. اي وقت نمشيو معاها باش نجيو مع اي حاجه. تقليدي راه حنا معاه، والعصري راه حنا معاه. كل حاجه كتجي بوقتها، حتى حنا نجربوا كلشي، علاش لا. تنحك الكمون. واحد الرويحه طالعه تقولوا عيد الاضحى، كيفكرني دائما بعيد الاضحى. انا في الكمون في عيد الاضحى حتى الصباح العيد عاد كنطحنو، تنكون منقياه وكلشي باش كتكون ديك الاجواء ديال العيد. كيجي لذيذ بزاف. حتى الصباح عاد كنوض، عاد كنسخنو، عاد كنطحنو. ضروري تسخنو، ضروري من تسخان. الا ما سخنتوش ما غاديش يبغي تتحل لكم. انا ديما تنشري كيلو ولا 2 كيلو. ملي كتشري كيطلع لك رخص، و ميمطو تاكليه نقي، كيكون نقي بزاف. وعاد ملي كتغسلي تلقاي فيه عرم ديال التراب. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير سمينه. غادي ندير 2 معالق ديال السمن، هو راه غادي يذوب راسو مع العافيه. 2 معالق نيت. نهبطوا هادشي. ام هاجر ما كتضيع والو، والسمينه راه ماشي ساهله باش نضيعوها. انا شريت كيلو ديال الزبده وملحته، درتو في الزعتر. نخلي لكم الرابط ديالو، وتبقى عندك حتى انت السمن ديالك رخيص وفي متناول ديالك. ما تشريش غالي، اقتصادي. غادي نخوي الكاس الاول. بسم الله. شفتوا ما فيها لا عطريه لا توابل لا ربيع لا بصله لا والو، ساهله. غادي نزيد الكاس الثاني. بسم الله. دائما بسم الله فيها بركه. لان الملحه ما درناهاش، لان الحامض مصير فيه الملحه، والسمن فيه كذلك الملحه. هذا هو علاش ما درتش الملحه. نرجع هادشي لبلاصتو. صافي. دابا غادي نسد الكوكوط ديالي. دابا راه ما بقاش الصيف، دابا راه حنايا في موسم الدراسي، خصنا نعسو بكري ونوضو بكري. والمدرسه قربات، وليداتنا غادي يمشيو للمدرسه ان شاء الله. غندير لكم واحد الفيديو ديال المدرسه ان شاء الله. نوجدوا ريوسنا ونهيئوا وليداتنا حتى نوضوا بكري، ويحاولوا ينعسوا بكري باش يتاقلموا مع الوقت، لان كانوا في الصيف سهرانين وكانوا عندهم عطله طويله. ودابا انا اختاريت لوليداتي يقراو عن قرب ماشي عن بعد، باش يتواصلوا، باش يفهموا كل شيء. شحال لكم غندير لكم فيديو غنهضر معكم على هذا الموضوع ان شاء الله.
باذن الله، لان قيدتهم دخلتهم المدرسه، وان شاء الله غندير لكم سميتو اليوم انا بكري باش نوجد راسي للمدرسه، باش حتى وليداتي ما بقاوش يسهروا بزاف. حاولت نشعل الراديو مع الصباح مع العشرة، يعني ماشي بكري بزاف، المهم غير باش نبدا نوصل لهم الفكره ديال النوضه بكري، باش ما يبقاوش نعسوا حتى 12 11 داكشي. بشويه بشويه غدا ان شاء الله ندير لهم الراديو مع التسعود وبقاو غادي. دابا انا غادي ندير الطنجيه ديالتي الطيب، غادي نقص عليها البوطه لمده ساعه الا ربع بحال هكا، ونتلاقاو باش نشوفوها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا راني انا البوطه ها نتوما شوفوا بحال الشميعه البوطه. غادي ندير الزيت البلديه اللي انا ما درتهاش في الاول باش ما يبقى لي داك المذاق ديالها، تقريبا شي نص كاس ديال الزيت بلديه. ودابا غادي نديرو الزعفران زغبه، نوزعو بهذه الطريقه باش يكون المذاق على اللحمات كاملين، يجي المذاق ديال الزعفران زوين بزاف. غنعاود نسد على الكوكوط ونخليها على شميعه ساعه الا ربع، ونتلاقاو ان شاء الله. نشوفوا دابا الكوكوط ديالنا كيفاش طابت الطنجيه ديالنا. كيف ما كتشوفوا تبارك الله ها نتوما التوقيت نفس التوقيت اللي درت حليت لقيتها غير الزويته ديالها بوحدها. هذيك الشحيمه ديال الحيمات دابت كيف ما كتشوفوا، واحد الرويحه طالعه ولا اروع. ما نعاودش لكم كاع الجيران يعرفوكم راكم طيبين الطنجيه، واحد الرويحه ما نقولش لكم لا اله الا الله زوينه. ها نتوما غير الزويته، شفتوا غير الزويته هي اللي بقات، هذاك الزيت العود وديك الشحيمه اللي دابت. دابا نحطها لكم باش تشوفوها في الطبق ديالها. بسم الله، جات معلكه ما نعاودش لكم، غزاله. دوك اللحيمه طيبين مزيان ومعلكه. نجربوها نتوما باش تغيروا من الاطباق ديالكم. ممكن تجربوا كل شيء باش حنايا يكون جميع الاطباق المغربيه نكونوا متناولينهم ودايرينهم. خليو الحوامض يجي من الفوق والثومه تجي من الفوق. ها نتوما شوفوا، شفتوا ما كاينش حس الماء والو ولا نقطه ديال الماء. ديك التويمه تجي من الفوق مزوقه لنا، اللي بغى ياكلها ياكلها، اللي عنده الضغط الله يشافيه حيدها عليه زولها، ما يمكنش ياكلها باش ما تضروش. ام هاجر قربت لكم اليوم الفكره ديال الطنجيه، طريقه ديال الشاف موحه. كنشكرو من هذا المنبر ديال القناه ديالي على هذه الوصفه الهائله اللي فاتني بها اليوم، خديتها من عند شاف موحه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم ديال الطنجيه، البديل ديالها بالكوكوط. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ديالي بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم باش الفكره توصل للجميع، باش كلشي يستافد، كلشي يغير من الاطباق ديالو. وتهلاو في ريوسكم وصحتكم.